السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. طبق النهاردة هيكون معانا الستيك أو البفتيك بصوص البيكاتا، لكن من غير المشروم ومن غير الكريمة لباني. الطبق ده بيتقدم بره في المطاعم بأسعار غالية جدا، احنا النهاردة هنعمله بكل بساطة وبكل سهولة مع بعض. أنسب حاجة للحمة البفتيك هتكون الكندوز من وش الفخدة أو اللحمة البيتلو. طبعا في ظل الفيروسات اللي موجودة دلوقتي أنا شطفت اللحمة دي نص كيلو. معايا البصلتين دول هبشرهم كويس جدا واحط معاهم حوالي نص معلقه ملح. معايا معلقتين دقيق مليانين، ومعانا البهارات بتاعتنا هنشوف مكونة من ايه كده. معايا هنا نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه ملح، معايا هنا بهارات مشكله، معايا هنا ربع معلقه جوز الطيب، وفي حوالي 3 فصوص توم. انا ما بكترش بهارات للحمه عشان بحاول احتفظ بطعم اللحمه نفسها. يلا بينا نحضر الطبق مع بعض. ازاي يعني؟ ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. معايا هنا البصلايه بدأت بيها بشرتها كويس جدا وحطيت عليها نص معلقه ملح. اصبح ان انا معايا نص معلقه ملح موجوده في البصل، وفي نص معلقه ملح موجوده في التوابل اللي لسه احطها. بعد ما سبتها حوالي ربع ساعه عصرتها كويس جدا وصفيتها في المصفى عشان ميبقاش فيها اي تفل، مهم جدا الموضوع ده يا جماعه. بعد كده عصرت عليها نص ليمونه، وهنزل عليها بربع معلقه فلفل اسمر. كل ده انا هعمل تتبيل بيه للحمه بس، غير التوابل اللي انا هشتغل بيها التانية لسه. هقلبها كويس جدا. بقى التتبيله دي معانا فيها ايه تاني نفكر بعضينا؟ فيها ربع معلقه فلفل اسمر، فيها نص معلقه ملح كانت موجوده في البصل قبل ما ابشرها. هنزل بالكلام ده كله على اللحمه وهسيبها شويه كده. نزلت بالتتبيله بتاعتي على اللحمه، واهم حاجه تكون مغطيها بالمنظر اللي انتوا شايفينه دون، وهسيبها كده ما لا يقل عن حوالي ساعتين. لازم ساعتين في التلاجة. 2 hours later. معايا الطاسه سخنه جدا زي ما انتوا شايفين كده، بديها الصدمه الجامده. اهم حاجه تكون الطاسه بتاعتك سخنه. نزلت معلقتين سمنه ونزلت باللحمه كده زي ما انتوا شايفينها. واهم حاجه يا جماعه تكون اللحمه نازله معاكي مفروده، ما تنزلهاش على بعضها، وتنزلي بقطعه قطعه عشان اللحمه ما تجيبش معاكي الميه بتاعتها. اي حته كده هون تفرديها، لازم تكون حته اللحمه مفروده زي ما انتوا شايفين المنظر كده. انا بنزل بقطعه قطعه، وكده كده اللحمه بتكش شويه في الطاسه معاكي، هتوسع لك مكان. واول قطعه هتنزلي بيها هي اخر قطعه هتنزلي بيها تاني على وشها. هتاخد معايا قد ايه؟ هتاخد معايا بتاع حوالي دقيقتين. اللي انتوا شايفينه في اللحمه دون دي حاجه اسمها الجوز بتاع اللحمه، مش دم. انا حبيت بس اوضح المعلومه. احنا كان ممكن اشيلها في المونتاج وما بينش اي حاجه، بس لازم اوضح كل حاجه ليكم تبقوا عارفينها. اللحمه دي انا غسلها الاول عشان خاطر الفيروسات اللي انتوا عارفينها طبعا اللي موجوده، وشطفها كويس كده. بعد ما عدى دقيقتين على اول وش، بقلب على الوش التاني على طول برضو. شايفين اللون اللي خدته؟ اللون ده مهم جدا ليا في الصوص اللي يطلع بعد كده. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي اقلبها كلها على الوش التاني. هتاخد برضو حوالي دقيقتين. بعد الدقيقتين هبتدي ان انا اطلعها من الصينيه بتاعتي واحطها تستريح شويه في طبق على جنب، مش هشتغل بيها في اي حاجه تانية على طول. مكان التحمير ده هيبقى هو اساس الصوص بتاعنا اللي هنشتغل عليه. انا ليه في الاول عصرت البصلايه؟ لان انا لو نزلت بالتفل في الاول كان زمانه اتحرق معايا. انا دلوقتي هنزل بالتفل بتاع البصل اهو وابتدي اشتغل عليه. انا هنا ملاحظ ان هي محتاجه ماده دهنيه تانية، هنزل بحوالي نص معلقه سمنه كمان. انا هنا في المرحله دي مش هحمر البصل، انا مجرد هخليه يدبل بس، هدبله وياخد كل الطعم وكل اللون اللي موجود في الصينيه معايا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنزل معايا بالثوم بعد ما انا هرسته. دول حوالي 3 فصوص توم هنزل بيهم.
هيتقلبوا بسرعة كده هو، لمجرد بس اشم الريحة بتاعتهم. اول ما ريحة التوم هتطلع معانا هننزل معلقتين الدقيق الكبار وهنقلبهم معاهم بسرعة. هنفضل نقلب فيهم كده لحد ما ريحة الدقيق تختفي خالص معانا. هتفضلي تقلبي فيه كده لحد ما نوصل للون المظبوط. زي ما انتم شايفين كده احنا وصلنا كده لدرجة لون ممتازة. هننزل عليها بشوب مية كبير وهنقلبهم كلهم مع بعضيهم. شايفين درجة اللون فتحت ازاي؟ عادي جدا. هنسيبه يغلي لمدة دقيقتين وهرجع تاني اصبه في الخلاط بتاعي. هتلاقي درجة اللون افتحت تاني، بس هنضربه في الخلاط مش هيقل عن 3 دقايق. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ هتشوفوا في المرحلة اللي بعد كده اللون هيتغير ازاي. سخنة جدا زي ما انتم شايفين، الدخان طالع اهو. انا شغال بيه عادي، اهم حاجة لون الخلاط بتاعك بيستحمل، اتأكدي بالنقطة دي يعني. هننزل بيه، الطاسة تكون سخنة. هننزل بيه تاني زي ما انتم شايفين لونه عامل ازاي. هسيبه كده على النار هيغلي حوالي 3 دقايق. بعد ال3 دقايق دول هنزل التوابل بتاعتي كلها. نقولهم تاني، كانت نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة ملح، وربع معلقة جوز الطيب. يبقى احنا كده حطينا حوالي معلقة ملح صغيرة. هنرجع بقى نحط اللحمة بتاعتنا تاني في الصوص. طبعا شايفين لونه برضو غير ازاي. وهوطي النار نار متوسطة وهسيبه كده لمدة حوالي 5 دقايق كمان. انا عندي كده الصوص بتاعي مستوي وعندي اللحمة بتاعتي مستوية. هسيب بس اللحمة تتشرب من الصوص دون. لو حسيتي وانت شغالة ان الصوص ده تقل منك هنزود له ربع كوباية مية بس. نار متوسطة وهنسيبه كده على النار. وكل فترة هنقلب برضو حتة اللحمة على الوش التاني. هنسيبه لمدة 5 دقايق. وفي المرحلة دي لو انت حبيت تزود كريمة لبانة عليه مفيش اي مشاكل خالص، هيبقى جميلة جدا. بس انا محبتش احطها ان لون الصوص هيبقى فاتح معايا. هسيبه يغلي لمدة 5 دقايق كمان. كده انا خلاص. شايفين القوام بتاع الصوص بتاعي؟ القوام بتاعه جميل جدا، ولما يبرد هيتقل معانا تاني. بص حتة اللحمة هتعمل ازاي، طرية جدا معاكي، تسوية ممتازة، الصوص بتاعك ممتاز جميل جدا اهو. شايفين التقل بتاعه بيبان في المعلقة التقل بتاع الصوص. وطبعا شايفين درجة اللون برضو اختلفت ازاي. ده الشكل النهائي. يا دين النبي ايه الحلاوه دي. اللي حابب ياكله كده بالطريقة دي جميل، يعتبر زي المشوي. حابب ينزل بالصوص زي ما انا هعمل كده عليه طعمه اجمل بكتير. ده ممكن نقدمه جنب مكرونة اسباجيتي بدون صلصة، بيضة خالص مسلوقة بس. ممكن نقدمه جنب بطاطس محمرة، ممكن تقدميه جنب رز ابيض. وبكده تكون وصفة النهاردة خلاص خلصت. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعملي لايك عشان عائلتنا تكبر. متشكرين جدا ليكم احسن ناس. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.